حسين هيعبر عن وجهه نظر مجموعه محترمه مختلفين معاها. عاوز اسالكم سؤال. طيب ما دام هنسمع بعض قول لي رايك يا حسين. يبقى بقى نقعد في هدوء واحترام عشان نعرف نسمع حسين ونسمع الرد عليه. ممكن لو سمحتم ممكن تتفضلوا؟ حاضر، احنا الاثنين هنسجلكم مع بعض. اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا لو سمحتوا عشان نسمع ونتفاعل. هنسمع حسين، وانا بذكركم جميعا بان خلافنا حسب الطريقه اللي بنديره. خلافنا اذا قدرناه بمحبه وسعي للحقيقه ممكن يبقى في مصلحتنا. خلافنا اذا قدرناه بكراهيه ممكن يضرنا. اسال الله لمصر كلها ولنا في هذا المكان والان القدره على ان نختلف لوجه الله والوطن خلاف او لنا ما يضعفناش ويقربنا ما يفتتناش. والكلمه على الاخ حسين. اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. اسمع بعض يا رجاله معلش. اللي خلانا نعمل كده ان الناس منعتنا، واللي يتخلى عن مبدأه يبقى زي حمدين صباح. طب انا هسألك بس يا حسين، منعوكم من ايه؟ منعوكم من ايه عشان افهم؟ منعوكم من ايه؟ منعونا نرفع الورقه ومش عايزين نقف هنا. يعني انا دخلت وانتوا واقفين وحييتكم الاستاذ امين اسكندر وانا حييتكم. انا منعتكم يا حسين؟ هو انا منعتك في حاجه؟ انا منعتك في شيء؟ الامن اللي حضرتك جايبه. طيب مفيش امن. اللي موجودين شباب هذه الكليه، واذا كان حد منعكم ده غلط وانتوا موجودين يا جماعه ارفعوا اليفط اللي انتوا عاوزينها. تعالوا اتكلموا في الميكروفون كلكم، بس مفيش داعي نحول خلافنا لخناقه. عاوزين نعرف ان في مشترك بيننا. ده اللي بطلبه منكم وبترجاكم، وانتوا امل البلد دي انكم تعرفوا عليه. انت عاوزهم يقوموا ولا يعني انت عاوز تقول وجهه نظر ولا عاوزهم يرفضوا؟ يعني انت جاي تحل مشكله ولا جاي تفجرها؟ انت قرر لنفسك. اولا في واحد دلوقتي بيقول لي هرفع امك، ده معرفش معناها ايه يا حبيبي. ده اول حاجه. انا واحد من اللي بيحمل مريضين ما تمنعنيش ان انا اتصل بحق وحريه. يا جدعان ما حدش يتخلى عن مبادئه بس. انا بشكر حسين، هو خد الميكروفون